توفت منذ قليل الفنانة فاطمة كشري بعد صراع مع المرض، وتعد أشهر كومبارس في تاريخ السينما المصرية. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الشهداء بميدان أحمد أمين في شبرا مصر. وكانت ابنة الفنانة فاطمة كشري كانت وجهت رسالة إلى والدتها قبل رحيلها من أجل تشجيعها على عملها والتأكيد على فخرها بمهنتها في مجال الكشري، مشيدة بالطيبة والجدعنة التي تتمتع بها. ونشرت ليلى حسن ابنة الفنانة فاطمة كشري صور لوالدتها وهي تقف على عربية الكشري عبر صفحتها على الفيسبوك، وعلقت قائلة: أنا فخورة إنك أمي، ما فيش ست في جدعنتك ولا طيبتك، دي أمي يا جماعة. اسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله، واكتسبت اسم شهرتها فاطمة كشري نسبة إلى عربية الكشري التي كانت هي وزوجها عليها. وكانت أول مشاركتها الفنية في عام 1989 في فيلمي صراع الأحفاد وكتيبة الإعدام. وتولت بعدها أعمال حيث شاركت في 10 الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز الأعمال كده أوكي وشيكامارا وأحلى الأوقات. ودخلت عالم الدراما التلفزيونية لأول مرة من خلال مسلسل داب قشرة عام 2001، وبرزت لاحقا في العديد من الأعمال الشهيرة مثل أحلى الأوقات، سجن النساء، وعريس من جهة أمنية، وخالتي فرنسا، وما نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى الفنانة فاطمة كشري.